أعلن محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار بدء أكبر عملية تحديث للمتحف المصري منذ إنشائه قبل أكثر من 100 عام، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول. تشمل عملية التحديث أرضيات وحوائط أسقف المتحف الكائن بميدان التحرير إلى جانب تطوير فترين العرض ونظم الإضاءة. التقرير التالي يلقي الضوء على احتفالية إطلاق مبادرة إحياء المتحف المصري بمشاركة لفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والضيوف الأجانب. هنا من قلب القاهرة، من ميدان التحرير عاصمة الثورات المصرية، يخضع المتحف المصري الذي يحتضن أكثر من 163 ألف قطعة أثرية فرعونية لأكبر عملية ترميم شاملة بالتعاون مع الحكومة الألمانية، وذلك منذ افتتاحه عام 1902. إعادة تجديد المتحف، وليس معنى تجديد احنا بنرجع الشيء لأصله بطريقة علمية سليمة مرتبطة بالعلم المتحفي الحديث. الإضاءة، أسلوب الحماية، الألوان بتاعة الجدران كامل، الأرضيات، كله هيرجع زي ما حضرتك ممكن تشوف فوق. إحياء المتحف المصري شعار رفعته وزارة الآثار بالتعاون مع محافظة القاهرة في الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة مرور 111 عاما على إنشاء المتحف. تلك المبادرة التي تضم في طياتها تطوير ميدان التحرير والمناطق المحيطة به بما يهيئ بيئة داعمة للاستثمار والسياحة. ما نسعى إليه في ميدان التحرير ليس مزيدا من المباني، ولكن مزيدا من المساحات الخضراء، وتطويرا لهذا المتحف وامتدادا للآثار المصرية. قد لا تكون آثار جامدة كما هو في المتحف، ولكن قد تكون نباتات مصرية قديمة، قد تكون حدائق كبيرة، وهكذا. احنا على وشك ان احنا ننتهي ان شاء الله من جراج التحرير، جراج ضخم جدا كبير يسع 1800 عربية تحت الأرض، وفوق الأرض سوف تكون هناك أكبر حديقة فرعونية في العالم إن شاء الله أمام هذا المتحف. لفيف من الوزراء السابقين والحاليين حضروا المبادرة إلى جانب السفراء ووفود من الدول الأجنبية والسائحين في احتفالية واسعة، وهو المشهد ذاته الذي شهده المتحف عام 1897 حين وضع الخديوي عباس حلمي الثاني حجر الأساس في احتفال عريق بحضور رئيس مجلس النظار آنذاك وأعضاء وزارته. احنا ابتدينا زي ما قلت في عهد محمد علي باشا الكبير، ومستمرين في هذا المشروع، وعندنا دلوقتي المتحف المصري الجديد في عند الهرم، ولكن مهتمين برضو بترميم المتحف المصري الموجود هنا في ميدان التحرير. فأظن يعني العملية كلها مشجعة جدا. رسائل واضحة للعالم بأسره تبعثها الاحتفالية بين سطورها، ليس فقط أن الحكومة تهتم بالآثار وتضعها على قائمة أولوياتها، بل إن مصر بلد الأمن والأمان منذ بداية عهدها وستظل هكذا. بنبعت رسالة إيجابية. التجمع الأجنبي ده كله اللي كان سفراء الدول لا يتحركون للذهاب إلى مكان إلا كانوا مطمئنين جدا على أمن وأمنا. احنا في ميدان التحرير يوم جمعة وبعد العصر، والتجمع ده موجود. أعتقد أن هذه أبلغ رسالة يمكن أن نرسلها إلى العالم كله. تأثير إيجابي على المناخ العام، تأثير إيجابي على مناخ التأكيد على مناخ الاستقرار، حيكون لها تأثير إيجابي على السياحة، تأثير إيجابي على الإنتاج، تأثير إيجابي على الاستثمار، تأثير إيجابي على جذب المستثمرين الأجانب أو غير ذلك منه. هذا التمثال الذي أدار ظهره لصور العنف والتخريب سيرى بعد 5 سنوات ثمرة تطوير هذا المتحف الذي صممه المهندس الفرنسي مارسال على الطراز الكلاسيكي بما يتوائم مع عراقة الآثار المصرية القديمة. هذا المتحف الذي سيظل يضفي على ميدان التحرير قلب الثورتين المصريتين صبغة تاريخية.